فيديو جديد عن عالم الفيك، بس في شيء يدنوه علي. انا ما بكره عالم الفيك، والاشخاص اللي بينزلوا عن عالم الفيك بكرههم، اذا شفتهم راح اضربهم. لا انت فهماني الموضوع غلط. انا عباره عن اني بفوت على التيك توك والفيديوهات اللي بيطلعوا لي بجمعهم، او يونس بجمع لي اياهم، او بلال بجمع لي اياهم. يعني انا بس عباره عن بشوفهم بعمل رده فعل، ولا بسبهم ولا بتنمر عليهم ولا شيء، بس بشوفهم يعني نعمل شيء بضحك، يا اما لا ما بنحطه بالفيديو اصلا. عن اليوم تجميع هيك دسمه من اشياء العالم الفيكيه، طلع هاجمين علي وانا ماني عارفان. انا بلش باول فيديو ما راح طول. كل ما بدك تطول. ايه جورية حاسة انك بدأتي مدري شو، استنى نلحق نقرا بس. جورية حاسة انك بدأت اخاف منك، ما اعرف ليه. حتى انت صرت تخاف يعني تقريبا. علي صوتك. ما خلاص ما ادري رايك لك ايه تشغل نشوف. هاي النشوء الرعب ده سبب ولا سبب تصرفاتي، بس عندكم حق عامة انا بخوف شوية. شوف جودتها زهرية. هلا شيء انه جودتها زهرية تمام. هلا اذا تعلق شيء بفكروني انه انا بكرهها هي اللي عامل الفيديو، بفكروني انا بكرهها وعم سبها. لا انا على الشيء اللي عملته هي، ما هي البني ادمي نفسه انا ما الله يرزقها الله يهنيها بالحياة ما دخلني فيها. عم بحكي على العمل نفسه هذا. لا انا بس بدك تكره هاي البنت هاي ما بحبها. ايه للاسف ما بعرف فيها. هي في وحده اسمها ليسا وفي وحده اسمها جيني، ما كتير بعرفهم، بس في وحده منهم كنت حبها شوي، وبعد في خبر بعد ما عرفتوا عنها صرت ما تحبهم كلهم، ما بس هي كلهم ما تحبهم. هلا هذا المحترم ولا ابن الحارث؟ لا هذا العادي فعلا، عالم الفيك العادي. ايه هي شو الشيء اللي بيخوف بالفيديو يعني، او شو الشيء اللي بيخوف بشخصيتها يعني صدقك انها تخوف. ايه بس ليش يعني شو خلص هذا محتاج فيديو. ميلان ارقصي اذا تحسي تشتهري في سنة ما بعرف قديش. يعني تقريبا نفس الشيء. لا ما نفس الشيء، اللي توان احسن. ايه بس نفس الفكرة. إيه نفس الفكرة، بس ارقص اذا بتحس حالك رح تشتهر. يلا ارقص يا كلب، عم بستناك. يلا بيمشي الحال. لا وتعباني على الاشياء هيك وجودي الصفرة، انا صرت افهم فيهم. حاطه شخصية يا لسه يا جيني، ماني حافظ مين هي، بس تنتين بس يعني ما فينا غير تختار يا هي هاي. هن في كتير بس انا حافظ بس لسه وجيني. تدرون انا ليش ما عندي دعم بعالم الفيك؟ لاني مو ولد، ولان فيديوهاتي كلها محترمة. انا بشو افرق عن مشاهير الفيك، هم مبدعين بس مشهورين، وانا مبدع. لو كنت انشأ مليون لأسبوع ما حد راح يهتم. تعبت ومليت وانا اتكلم بالموضوع. شكرا على استماعي. او مع خليها تسلم بس اقل شيء. شوف صراحة بجوز حزين اليوم، ما راح اكون منتقد قوي جدا هيك، يعني راح خفف العيار شوي. بس شلون يعني اذا انت بعالم الفيك كنت ولد دعم اعلى؟ انا بعرف البنات دعمهم اعلى باي شيء. شكلي راح فوت على عالم الفيك. خلاص قررت رح اعمل حساب يكون اسمه ايه الاسماء اللي هيك ميليسيا تيلينا ترللا يعني ليش مع انور شو اسمه ذاك اللي بتضل تقوله؟ ابو خالد الجوت. هذا شخص فنان. اذا حد بيحكي علي هذا مو مفضلين ترى. شو ماشي حتى مو مفضلين انا. شو جود خلاص شو جود شروط زوجي المستقبلي. هاي الفيديوهات تخزي. اللهم صل على النبي. ممنوع التنفس. استنى ممنوع التنفس ومو اكسجين ابوك. ممنوع التنفس اذا تتزوج، ممنوع التنفس. في شغله انت شيلكم من الغنايه اللي بتخزي وجوده الفيديوهات اللي تقول 2016 فيديو من 3 ايام. انا هذا الشيء اللي شد انتباهي وخلاني احطه بالسيف. ممنوع ياخذ راتبه كلها الي. جودته شو بالضبط؟ جوده 2016. ممنوع يطلع من البيت بدون اذني. ممنوع ياكل ويشرب اكثر من مره في اليوم. لازم ينظف البيت وبيت الجيران. ممنوع شيء اسمه تكنولوجيا وجوال وتلفزيون. كل دقيقه يجيب لي هديه. يسمح لي اعنفه كل يوم. شو هذا عبد هذا منو. لا هو عباره عن انه بس خاضع هيك. هي بتقول له لا تتنفس ويجيب لي كل يوم. طيب شلون بده يشتغل ويجيب مصاري؟ شلون بده يلحق؟ ما بيطلع الا باذنه. يعني باليوم واحد عنده هيك ما بتنفس بمرة. لا قالت انه مرة واحدة. قالت انه مرة واحدة مشان الله ما تعيد. شلون بده يجيب له يروح يشتغل ويجيب له هدية وهو بده يتنفس مرة واحدة باليوم؟ صلي على النبي. اللهم صل على النبي. زي قوانيني لزوجي المستقبلي. شاي كرويات الدم الحمراء هيك فجأة. اي صحيح ذكرت ان احنا ما كل الفيديو بنحكي شخص من عالم الفيك. هلا ما بعرف هذا عالم الفيك ولا لا، بس انا بجمع هيك الفيديوهات انت وخلص. عالم الفيك عالم خلص الريل. كنت اقول عالم الفيك وعالم الريل هيك مخلد اللي حكيناهم بالمرة اللي فاتت ما ردت. ومتفت على واحدة تاني نفس مواصفاتها بالضبط. ردت علي وبعدها ما هيك هلا فرجيكم الرد. بس المهم انا شكلي راح اختار هاي ليونس تكون زوجته المستقبلية.
شو رايك فيها؟ لا. تزوجت تشان وقعدت اسولف معاه مستمع. فجأة تحول لكريس. تعال يبيك في موضوع لا يكون اللي في بالي. هنا عند دادي، تعالي عند دادي اللي يحبك ويهتم فيكي ويذلك ويعذبك ويضربك ويعاقبك في نفسك. وبتقولوا لي عالم الفيك احسن منك يا كلب مدري شو. انا ما بعرف هذا عالم الفيك ولا هذا عالم الخزي هيك لحاله شكله. طب شو قعدت اسولف معاه وتحلب تحول لكريس. شو متوقع إذا تجوز؟ شو يعني كريس؟ كريس شكله واحد من الفرقة بس هيك متحرش نوعا. هل انا اللي بسويه مو هو؟ انا الوحيده اللي عاجبها الوضع. يلا حد يقول لي بالتعليقات هذول العالم صحيح ومعاهم حق واللي عم يعملوه احسن من اللي عم بعمله انا. طيب صنغة ممكن يسويها. سنغنغ قلت لك اسمه سكاي سكيزو. هذا هو. انا ما خلينا لحد يجي يقول لي هذا والله هو. لما تكوني لطيفه وتتزوجي واحد سايكو. انت شوف الكياتي بس بشكله وهو شرس. طبعا البطيخه تغلط عن البطيخه. انت بتغدر بدها واحد قوي وعنده لياقه. انا في نص الليل قاعده اصير اختار انواع البكمه في شاي. لك اي صح ذكرته هذا شاي. هذا شاي موقع شرحوا لنا هون. والله شكلي رح نزل عنه فيديو بالكامل هذا التطبيق. اذا بدكم خلونا ندشر عالم الفيك بحالهم. خلونا ننزل هذا التطبيق ونسولف معه. شو هو يعني بس بيحكي؟ والله ما بعرف بس انا خايف يطلع اشتراك وبدك تدفع مصاري. بجد البنت شكلها خافت يا قلبي. ليه بعد فيديو البعد. اختي لك يا الله ليه بيكتبوا بسرعه. اختي بروح للحمام وارجع. طبعا يا روح احم. يا سلام هذا مين جاب الفيديو اصلا ومين حط لي اسم. مش ولد هذا العمر بيعرف يروح على الحمام لحاله. شو هيك؟ وليه طب والله شو يسوون والله ما فهمت يا حرام. عم تاكله صح؟ عم تاكل ما هي كان ماسكه التليفون كانت عم تطلب من كنتاكي فوصلوا اكلوا الكنتاكي. شو مستعلقات محرشين يعني هي يا حرام مسكينه فيديوها كيف مؤدب. يعني اذا بتجيب مؤسس تصفيه النيه وبتفرجيه هذا الفيديو ما راح يفهموا صح. هذا نفس يوسف شكلي وانا استناهم يطلبون برجر زي اي فيديو والله شوف انا مؤسس لحسن الظن وحاولت بدي احاول كون اني اليوم منيح وما انتقد الكل بس لسه فيديوهات ما بيساعد. ترى اخوي معجب بيكي جد بس انا اكبر منك. لا طبعا ما اقصد ذا قصدي اللي هناك زي المعزة. اهلين يا حلوة. فطير زلمه. القصص اللي بيعملوها هذول يعني ليش شلون تخطر على بالي. هلا هذول هن نفسهم الروايات. يمكن انا دائما فيديو على الروايات لحاله بس ما بعرف هذول من الروايات ولا لا. ما بعرف الجودة هيك بلاقي بس لقيت هيك في حرف هيك على الجنب وفي لون معين بالفيديو وبقول هذا معناها عالم الفيك بس الفيديو بيخزي صراحة. يعني بدي اعزائي اللي شاف تعليقي اي شخص تنصحوني ارجع للفيك وارجع هذا الفيك معناها هذا عالم الفيك. شفت للاسف والله عالم الفيك بيخزي. كيف شو بيتعبوا على الامر وفينا يعملوا اشياء فنانه اكثر حبابين. ما بدي احط فيديوهات عالم الفيك اكثر من هيك. يعني ما بيخزوا من الجوده لا بيخزوا من الفكره. هيك فكرته بتخليك تشعر بالكرنج. يعني عن جد معنى كلمه كرنج هو انك لما تشوف شو عم يصير. والسبب اللي خلاني اكره ليسا وجيني شوفوا هاي يا ليسا يا جيني. يمكن ليسا جيني. Okay, sign my brother from New York. Can I please have my drink? Yes. Okay, sorry, don't film right now. Don't film right now. Okay. You guys show sorry. Just don't stop very Stop. This one. Hey, you're gonna sell these though. That's not true. بس بده يوقع يعني ما بده شيء. He's a real family. الوقت اللي عم تحكي فيه كان خذ القلم وخلص. بليز خلاص عرفنا انك مشهورة. From New York. My brother. Thank you so much. Just one for me. Jenny, just last one. Please, can I have my drink? Just هلا شوف انا بغض النظر انه كتاب بس يعني كان خلص على السريع هيك. يعني هلا تخيل انت تمشي بالشارع ما انت مانك مشهور. انا مشهور. هم عم بمشي بالشارع وعالم قالوا لي خلينا نتصور معك. خلص يعني حتى لو 100 يعني ما بده يتصور معي لانه بيكرهني لا اللي خاص لانه بيحبني بده يتصور معي فيلا عادي. اي طبعا هلا شو في اللي حكوا عني ونزلوا عني هذول اللي ما بعرف شلون يتم انتقاده لانه اول مره حد بينزل عني وبدي اعمل ردة فعل علي فما بعرف تطلع جيدة ولا بتخسي. اول مره بحياتي كلها. هاي انا جديده بعالم الفيك. اسمي يوسفه من مدري مين. ميك شخصيه يوفس جودة برتقالية. شكرا انك متابع حالك وعامل حساب بس الفيديو بيخسر.
حاول تكون ما كتير سيء. بنت يعني شلون بنت يعني شلون ما زابط مرة ومختارة بشع الصوت ليش؟ شكرا على المجهود يعني والتعب على الفيديو. وفي فيديو تاني نزلته لك ليش متابع شباب والله ابداع كتبنا ما أبدأ يعني مرن بالصالي وكل شيء خلاص حاشترجين مرن بالصالح. شكرا شكرا لهذا الشخص اللي عمل هيك. هذا الشخص ما منيح بس يعني بس بدي افيت عليك واحد يعني كان الصورة جيبي لوحدي عم يطلع بالكاميرا ليش واحد عم يطلع هون صرت الحساب والله مشاع كتير بده يعمل عني شيء فوت عند الانستا والله برد على الكل وببعث لكم صورة بدكم اياها. بس حتى لو يعني اكتب لي انا بكرهك كتير والله العظيم راح ارد عليك واعطيك اللي بدك اياه. والله بنت قديمة بعالم الفيك. تعريف بنت يوناه 14 من سوريا. شخصيتي يوسف. تعباني على الاشياء هاي الصراحة يعني هيك التحركات ما تعب علي. بس بنت ليش شو يعني شو خلص يعني بنت هي اللي عملت حساب بنت شخصية عالم الفيك حسب ما فهمت بس بيحطوا صورة مشهور ولا الحساب لإلهم يعني ايه مانو لإلك. هلا فهمت والله هلا فهمت حالك بنت غبيت. اكرهك يا ريت ما تعرفت عليك. اكرهيني الحياة ما توقف عليك. لا شو الهدف من الفيديو؟ شو الاشياء؟ انا ما فهمت بالبداية بس فت لعندها وفهمتني يعني انه هي منزله وعم ترد على وحدة قالت انه تكرهها وردت علي وبانه شخصيتي انت راح تفهم اكثر مني لانه انت بتعرف بعالم الفيك انا ما بعرف. اللي ما بتذكر في الفيديو اللي فات حكينا على وحده ما بتذكر اسمها بس حاطه فلتر الكلب. ما هي كلبي لا حاطه فلتر الكلب. ايه انا قلت كمان حاطه فلتر الكلب وانتقدتوني انا مع انه هو اللي قالت. خلينا نشوف الفيديو. بس والله شكلي فنان يعني هيك شخصيه. كلب شهرة باختصار تكون جالس في امان الله اسوي عليك فيديو ما في كتاباتها غريبة بالعادة بيحطوا كلمات بسرعة ما بتلحق تقرا. عملت لي ايموجي عيب ما نتمم. والفيديو ما كله لك ترى لا تخاف يعني حطيناك اخر وحده حتى اخر وحده وبالصدفة طلع لي والله العظيم ما يعني انا ماني عرفانه ولا بعرف مين هي بس لقيته بعالم الفيك حطيته. وفي اللي قالوا لي انه على الغلاف من برا غلاف الفيديو اللي عملته انه انا قصدي انه كاتب انه هي الوسخة. انا ما قصدي عليها. الغلاف نفسه مأشر على اللي كنا عم نحكيها بالفيديو اللي فات. هذيك الوسخة هي اللي بعثت لي صورة ما تمام وانا كان قصدي حتى حطيت سهم يعني مشان ما حد يفهم غلط. بس الصورة الثانية قعدت اقلب هيك شو الشيء اللي بدي احطه كمان بغلاف الفيديو مشان ما يكون فاضي. قلت خليني احط صورته وخلص. مين نشوف هذا اللي اجى هلا مين يلا شوي جاي نروح نتسحر بس خلينا نكمل. نزلت في اول شهرتي عندي فانز كلاب حبيت. المشكلة هي حاطة فلتر الكلب. يفشل ما يعرفها احد يقلد في مازن وتارة هو قليل ادب. صح انا نزلت فيديو وفيه كلمات ما أنا تمام ولا هي رح تثير مشهورة في المستقبل. تثير ما تصير لا ارفع عليه قضية تشهير او تشويه وشرطة راح تلاقيه من قاع هامور وتسجنه 5 سنوات. زائد انا تخصص الشرطة فاعرف شوي عن الاشياء ذي. هذا تخصص الشرطة والله شيء احسلم حالي انا والله بتكون شيء خلاص قررت تخصص الشرطة. أنا بحياتي ما شفت تخصص شرطة اسمه. راح سلم حالي للسجن خلاص. كمل فيديو على السريع بعدها بسلم حالي. أول شيء التشهير هذا اللي عامل حاله تخصص شرطة وما في شيء اسمه تخصص شرطة. إذا كيف ذات نفسك عليها كيف لا هي قصدها كيف إنه هاو كيف أرفع عليه قضية تشهير. حط لحاله قلب. هذا بحط لحاله قلب. تشهير لما يكون أنت بتحط شخص وبتسبه أو طالع عنه فضايح هيك وقتها تشهير. أما أنا طالعتها هي أصلا ناشرة حالة وانا طلعت وحكيت على الفلتر اللي حاطه. يا الله بدي اشرح لكم. قالوا عمو شات جي بي تي في وحده انا نزلت عنها مقطع بالبدايه. انا اللي نزلت عنها مقطع وحاطه فلتر الكلب وحكيت عن الفلتر. خليني اكمل. وحاطه غناي كلماتها معنا تمام. انا حكيت على الغناي والفلتر بس هي نزلت فيديو وصارت تقول عني كلب وكلب شهره وهاي وعملت لي بايدها. الحق مين برايك؟ طبعا مثل كل شيء في هذا العالم كل واحد راح يدافع عن نفسه ويشوف نفسه ضحية. الحقيقة على الأغلب في النص. بس إذا أنت وضحت الفكرة من البداية أنك ما تقصد الإساءة فالأرجح أن الحق معك.
طبعا البشر يعشقوا الدراما فلا تستغرب. طب ماشي، ما قلت لي الحق مين يعني؟ مين الأكثر علي حق؟ لو بدنا نحط الأمور بشكل واقعي راح تشوف إن الأغلب راح يميل للي عنده أكبر عدد متابعين أو اللي صوته مسموع أكثر. ما حد، نحن اثنين ما حد مشهور فينا هيك، يا دوب عنا شوية مشاهدات بس. مين اللي أنت من وجهة نظرك واحد بس حكى على الفلتر والغناي، ووحدي حكت وهي حكت عني إنه أنا كلب وعملت إشارة ما تمام بإيدها؟ طبعا لأنه واضح إنك مجرد إنسان عادي تحاول تسوي شيء على يوتيوب، فأكيد اللي تجاوزت حدود الأدب راح تكون هي اللي على باطل. يعني أنت مجرد تكلمت عن فلتر أغنية وهي طلعت بعيدة عن الموضوع، فالأغلب الحق معك من ناحية الأدلة. شكرا على مجاجبتي على راسي. خلينا نختار من الأشخاص كلهم هذول شخص واحد نحكيه، لأنه كل فيديو عالم فيك نحن بنحكي شخص. ولا استنى فرجيكم رد الشخص اللي فات. قلت له هلا بدي اتعرف نفس المره اللي فاتت. كمل كلامك، وش يلا كمل، وش تريد تقول بعد؟ حط الايموجيات الذعر انه انا عم ضايقها بحياتها. ايه بدي اتعرف عليك. طيب شو بكم معصبه؟ هذه طبيعتي، انه هي هيك التعامل مع البشر. قلت له ويه، وحتى انا طبيعتي هيك وما تردت، وحتى انا ما راح ارد حتى لو بعثت له. هلا خلينا نختار شخص نحكي. فوت على هاي الحكي. مين؟ هاي اخر وحده اللي حكت عليك، مرتشيه. مين؟ لك شو هاي موريتشية اسمها، مدري مارتشاية مرتشيه. الطالب هلا بيقولوا انه مدري شو وكلب حكيها. شو بدك تكتب صبر؟ انت اللي قلت لي. شو بدك تكتب لها؟ ما بعرف. اكتب لي نفسك الفاظك. لا خلينا نكون شخص منيح ونكتب شيء فنان. هاي متابعة بس راح اعطيه مهلة يومين، ما ردت متابعة راح شيلها. تصعيد. بعت له هذا يا هلا بالمسك واهلا. نورت. ليش مصعدة ليش مصعدة حتى تشوفوا اني شخص فنان. واسف لاي شخص قال لي اني طالع بالفيديو وما طالعته، لانه الفيديو صار كثير طويل يعني بتعب على الامر كثير يعني. ما والله اذا عجبك فيديو حط لايك، اذا ما عجبك لا تحط لايك. هيك نكون وصلنا لهذا المقطع. سليم.